تخيل تشيل 8 سم من جسمك في عمليه وترجع تتحدى ريال وبرشلونه. سانتي كازورلا اللاعب الاسباني ونجم فريق ارسنال اتشهر بحاجتين، انه بيعرف يلعب برجليه الاثنين كويس قوي، وانه من اكتر اللعيبه اللي خضعت لعمليات جراحيه تقريبا. 8 عمليات في وقت قصير جدا، لدرجه ان الدكاتره كانوا بيقولوا له يا ريت نعرف نحافظ على رجلك وما يحصلش بت. لكن كده قصتك مع الكوره انتهت يا كازورلا. تفتكر في نهايه سعيده للقصه دي؟ طب قبل ما نوصل للنهايه تعال نشوف الموضوع بدا ازاي. اصلا 2015 بيتصاب كازورلا في وتر اكيليس، ويفضل الدكاتره يحاولوا يعالجوه تحفظيا من غير جراحه لحد 2016 لما العلاج التحفظي فشل، وقرروا ان كازورلا لازم يعمل جراحه لاصلاح وتر اكيليس. لكن للاسف بيحصل مشاكل في التئام الجرح، ويحتاج يفتح الجرح تاني كذا مره لحد ما حصلت عدوى عنيفه في الجرح. طب العدوى دي سببها ايه؟ محدش قدر يعرف. وارد يكون سببها غرفه العمليات او المريض نفسه او البيئه المحيطه بيه، او ممكن تكون عدوى من الدم. بس خلصت المشاكل هنا؟ للاسف لا برضه. بسبب حاله الجرح السيئه بيبدا الجلد والانسجه في الكاحل تتاكل، وكازورلا بيلاقي نفسه خسر 8 سم من وتر اكيليس. والعدوى لما بتوصل للانسجه العميقه والعظم بتبقى صعبه جدا في علاجها. وهنا الدكاتره بلغوه بالرساله دي: انسى الكوره واحمد ربنا لو عرفت تحتفظ برجلك وتتمشى في جنينه بيتكم. وبيعمل كازورلا 8 عمليات جراحيه من 2016 ل 2018 بين انجلترا واسبانيا. واحده من الجراحات كانت لاعاده بناء الجلد المفقود، وده اكيد يعرفك قد ايه التاكل كان صعب، لدرجه ان الدكاتره قرروا ان هم ياخدوا جزء من جلد دراعه عشان يعوضوا بيه مكان الجلد التالف في الكاحل، وشالوا العظم الميت والانسجه التالفه. ودخل كازورلا في رحله شفاء وتعافي خدت اكتر من سنتين. وفي عمر 33 سنه وبعد كل اللي حصل ده، كازورلا بيفاجئ العالم في صيف 2018 بيرجع يلعب مع فياريال. ومش اي لعب، ده قدم مستوى ممتاز لدرجه انه تم استدعائه للمنتخب الاسباني بعدها بشهور. وفي شهر 6 اللي فات بنشوف معجزه جديده. في سن ال40 كازورلا بيقود نادي ريال اوفيدو لاضواء الليجا مره ثانيه بعد غياب 25 سنه، عشان يقدم للرياضيين قصه الهام وامل كبيره جدا، ويعلمنا منها ان مش دايما العلاج التحفظي بيكون وحش، بالعكس ده ممكن يجنبنا مضاعفات كتير جدا، ولو حصلت فهي مش اخر الدنيا. ودايما الصبر والاراده القويه والثقه في الدكاتره مهمه جدا. ودمتم دايما في امل واراده وحركه وصحه.